تقدم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت اليوم الثلاثاء باستقالته من منصبه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد وفق ما علمت وكالة فرانس بريس من عضو في التنظيم الرياضي نفسه. وقرر لوغريت البالغ من العمر 81 سنة الاستقالة من المنصب الذي شغله طيلة 11 عاما بعد أشهر عدة من الاضطرابات التي تميزت باتهامات بالتحرش الجنسي وتحركات اللجنة لجنة التدقيق من المفتشية العامة للتعليم والرياضة والأبحاث والعديد من الانزلاقات اللفظية. وفي موضوع آخر، التحقيق مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بتهمة التحرش الجنسي. أكدت النيابة العامة في باريس الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا الاثنين في حق رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت بتهمة التحرش المعنوي والجنسي. وجاء فتح هذا التحقيق بعد شهادة سونيا سويد وكيلة أعمال العديد من اللاعبات الدوليات الفرنسيات التي استقاها مدققو المفتشية العامة للتعليم والرياضة والبحث وفقا لصحيفة لوموند اليومية. بدوره نفى لوغريت كل الاتهامات بالتحرش الأخلاقية أو الجنسية أو أي جرائم جنائية أخرى، وذلك في بيان لفرانس بريس ردا على فتح التحقيق. وفي البيان الذي نقله محاموه، أبدى الرجل البالغ من العمر 81 سنة صدمته عندما علم من خلال الصحافة فتح تحقيق في حقه، وانتقد التدخلات العديدة والضغوطات السياسية التي تمارس من قبل وزيرة الرياضة إيميلي أوديا كاستيرا في إطار التدقيق الذي تقوم به الوزارة. واستنكر رئيس الاتحاد الفرنسي الذي يشغل منصبه منذ 2011 هذه التصريحات المتكررة في الصحافة والتي تحدث فيما لم تصدر بعثة تفتيش تقريرها المؤقت بعد. وأضاف البيان في هذا التحقيق الإداري الذي يعتبر تجريما واضحا لم تتح للسيد لوغريت الفرصة للتعرف على العناصر التي تتعلق به ولا الفرصة لتقديم ملاحظاته في الدفاع، الأمر الذي يضر بشكل خطير بالحقوق الأساسية للدفاع. وكانت سويد شجبت علانية الأسبوع الماضي في صحيفة ليكيب الرياضية اليومية وفي إذاعة RMC السلوك الذي اعتبرته جنسيا للشخص الذي يترأس الاتحاد الفرنسي للعبة منذ عام 2011. قال لي وجها لوجه في شقته بوضوح شديد إنه إذا أردت أن يساعدني يجب أن أخضع لها. وتطرقت سويد إلى علاقتها المهنية السابقة مع المسؤول الأول عن كرة القدم الفرنسية، موضحة أنها شعرت بأنه في كل مرة الشيء الوحيد الذي يثير اهتمامها وأنا أعتذر عن التحدث بطريقة مبتذلة هو ثدي ومؤخرتي. في تحقيق سابق كشفت مجلة سوفوت عن سلوك غير لائق من قبل لوغريت ولا سيما الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية رغم دحضه لكل ما نسب إليه، إلا أن كلام سويد يعد أول شهادة مباشرة من امرأة منخرطة بشكل رسمي في عالم كرة القدم المحترفة. وكشفت فرانس انتر عن سيدات عديدات قد استنكرن لبعثة التدقيق سلوك نويل لوغريت تجاههن، وهو ما أكده لفرانس بريس مصدر مطلع على الأمر. وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفرنسي علقت في 11 يناير الجاري مهام لوغريت، وتم تعيين نائبه فيليب ديالو خلفا له مؤقتا بعد تصريحات جدلية واتهامات بسوء سلوك جنسي. وردا على سؤال لوكالة فرانس بريس السبت، أوضحت وزارة الرياضة أن الوزيرة إيميلي أوديا كاستيرا أبلغت بتقرير وفق الإجراءات وأنها لا
لا تنوي التعليق أكثر على الموضوع. من جهته رد لوغريت في بيان أرسل إلى وكالة فرانس بريس بعد الكشف عن التقرير في الصحيفة بقوله: لقد قرأت للتو بذهول مقالا من صحيفة لوموند يتحدث عن تسريبات عن التقرير المؤقت الذي يتم إعداده من قبل المفتشية العامة للتعليم والرياضة والبحث. وأضاف: في هذه المرحلة لا أعرف الحقائق التي أتهم بها ولا الأشخاص الذين يقفون وراءها. وتابع: بشكل عام أنا مندهش من إمكانية الكشف عن المعلومات التي على الرغم من أن التقرير المؤقت لم يتم إرساله إلي ولم أتمكن من تقديم ملاحظاتي عليه. وفي موضوع سابق، إقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. أزيح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت عن منصبه على خلفية تصريحاته ضد نجم كرة القدم السابق الأسطورة زين الدين زيدان. وعلقت مهام لوغريت من قبل الهيئة التنفيذية الاستثنائية للاتحاد، إذ سيقوم نائبه فيليب ديالو بتولي المهمة مؤقتا. لوغريت الذي تسلم رئاسة الاتحاد في 2011 وتنتهي فترته الحالية في 2024، أضعفته تصريحات جدلية طالت نجم الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان.